مثلوا النهارده جون جاكو، ادي ميشيل هنري ميشيل لحراس مرمى جون جاكو. الاربعه خط ان هذا الاستاد العظيم عظيم فعلا، ومنظر حضاري اللي قدام حضراتكم ده، واهتمام الشعب المصري واهتمام المسؤولين ونجاح الدوره تنظيميا حتى الان، كل ده كفيل باذن الله ان احنا نستمر في هذه البطوله باذن الله. المجموعه الاولى زي ما احنا عارفين كوت ديفوار 6 نقاط، ومصر 4 نقاط، والمغرب نقطه، وليبيا مفيش. الثالثه تونس 6، وغينيا مفاجاه الدوره حتى الان 6 نقاط، وجنوب افريقيا وزامبيا خرجوا. المجموعه الرابعه المقاتله نيجيريا 6، غانا 3، السنغال 3، وادي مراكزهم النهارده. بركات بيلعب باك يمين زي ما انتم شايفين، وميدو وعماد متعب 2 راس حربه، ووراهم ابو تريكه نص الملعب. في الدفاع احمد حسن وشوقي، وقدام ميدو وعماد متعب. منظر استاد جميل قوي، حاجه جميله الصراحه. وادي فرسان اليوم وممكن يخشوا التاريخ ان شاء الله. نص الملعب يايا تور وفاي، و20 جون رونالد عجبها اللي وكوفي كريستيان وارونا. وادي اهو النجم بتاعهم، النجم نجم حتى وهو مصاب الصراحه يعني. ارونا في اندهوفن، يعني الله يكون يعني ان دعواتنا لهذا الشاب العاليه. لو مشينا الكرات بركات تشتغل ومحمد عبد الوهاب هنلاقي يعني ان شاء الله باذن الله راس ميدو مع متابعات عماد متعب، وممكن جدا تحركات. الحكم اطلق صفاره البدايه، وبسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركه الله نبدا لقاء مصر مع كوت ديفوار، وكل التمنيات الطيبه لمنتخبنا باذن الله في هذا اللقاء. محمد عبد الوهاب تتخطف، ياخدها ارونا بزقه من السقه، انذار كده سقه، خلي بالك الالتحام هيبقى قوي. عاوزين الفريقين يهربوا من الكاميرون ان شاء الله. الفوز لمصر، وادي عبد الوهاب وبيقابلوا على طول ايمانويل الباك اليمين وعبد الوهاب، وتضرب الكوره وتطلع ضربه مرمى لكوت ديفوار. ابو تريكه، بركات والكرات العاليه اهو زي ما حضراتكم شايفين، واول ضربه ركنيه ده قال ضربه مرمى. اذا رقم 7 نحط عينينا عليه، هو اللي بيقابل عبد الوهاب. تتخطف الكوره، تتخطف الكوره، وعماد متعب تطلع بره الملعب اوت لمنتخب مصر. واحمد حسن ويحط رجله في اخر لحظه دوموريه رقم 17 ولغايه دلوقتي ما شاء الله ماسكين كرة وفاول وضربة حرة مباشرة لمنتخب مصر على كوفي. منتخب مصر ورأس ميدو، ومش ممكن يا جماعة، مش ممكن. يلا احمد حسن شاط الارض، مش ممكن. لو شفناها بالتصوير البطيء دي، لو تتلعب الكورة لعبد الوهاب والجنب الشمال ماشي حلو قوي، وتتلعب الكورة عند عماد متعب. عماد متعب طلعها على طول دوموريه بره الملعب اهوت. الجبهه الشمال ماشيه كويس قوي، الجبهه الشمال بتاعته شغاله، تتلعب الضربه ركنيه قصيره، وعبد الوهاب وجون وجون جون جون جون. هدف هدف، هنشوف هدف السقه، هنشوف مين اللي جابه. الكاميرا السقا هو اللي تابع اللعبه. عبد الظاهر السقا، عبد الظاهر السقا جاب جون. بقول لحضراتكم مصر افضل، وارتفعت الاعلام وزاط الاستاد، وربنا يكمل بخير ان شاء الله. و هنشوف مين اللي جاب الهدف. اتلعبت الكوره زي ما انتم شايفين، عرضيه وردت ونزلت لعماد متعب. اخيرا عماد متعب بيفك النحس ويحط اغلى هدف في حياته تقريبا من عبد الظاهر متابعها، وعماد متعب ينقرها، بيروح وياخدها. بس زي ما حضرتك شايفين بيدي دفء اهو، اداله واحده كده من بتوع الشرام واحمد حسن، ويلعبها بينيه لو عدت، انما يخش وياخدها مره ثانيه ويشوط ابو تريكه. لا 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 يا جماعه، لا لا لا، نمسك الخشب. ماشي على الخط رايح جاي، انما ربنا يكلل الامور باذن الله بكل النجاح، لان كده احنا بنلعب تشكيل كويس جدا. تعب 3 بيتميزوا بالناحيه المهريه الهجوميه، احمد حسن وشوقي في نص الملعب، وادي
لو حط دماغه يخشوا كده. تتلعب الكرة على جنب لمانويل وتخبط وتعلى وتروح لعصام الحضري. في ادي اهو ميدو بيهدي الامور، يتحرك اهو. ادي سيكا تتخطف الكوره وياخدها ابو تريكه، وادي ميدو لاعب توتنهام، وممكن يا ابو تريكه تخش التاريخ وسنة وكان ابو تريكه. اذا ابو تريكه وعماد متعب وميدو يعني ما خيبوش ظن كل اللي كانوا بيقولوا لازم يلعبوا، وفعلا ارتباك شديد لكوتوفار، واتمنى ان احنا ننتهز فرصه الارتباك ديت وما نسترخيش بلغه الدوري العام، ونقدر نجهز عليهم اوام. وتتلعب الكوره لميدو، وميدو يا راجل خش على الكوره، انما الرعب والتلاعب من الاجناب ميدو وبركات، والراجل يجي ثالث او رابع ضربه ركنيه. واتمنى ان احنا نجهز عليهم في هذه اللحظات وهم مرتبكين. منتخب مصر تتلعب كرة حلوة في حل الجون وضربة رأس، وجون ماكو بيلطم زي ما حضرتك شايفين كده. ايه الحكاية؟ استمر الامور زي ما احنا بنقول، وضربة مرمى وكلام كده ما بين ميدو وما بين. تتلعب الكرة لفاي لمانويل وعالية وتعدي عصام، انما يحط بركات نفسه والحكم بيقول ما فيهاش حاجة، وتطلع كرة بره الملعب اوت. ايمانويل ورقم 8 كالو تتخطف من كالو، تبقى هجمه 90 دقيقه لازم تبقى انت مفتح فيها كويس قوي. ادي بركات بيتضغط عليه انما ياخدها واحده كده حلوه وماشي. بركات الضغط على الجنبين زي ما انتم شايفين كده، كوفي بياخد كوفي وراه اهو اللي هو سنتراف الثاني، ويسيب دوموري علشان مين يخش؟ عشان يخش عماد متعب ويخش مين؟ ابو تريكه. وتتلعب لأرونا في كل حته. بص حضراتكم في كل حته عدى أرونا ويلعب على منطقه لكريستيان رقم 22 8 من هذا الشوط. ادي ايمانويل، ناخد بالنا من الجبهه دي على فكره اللي هي شغاله، وناخد بالنا من الهاتف الخضر. تتلعب الكره وتتقطع وتصويبه من على طول كريستيان زي ما عماد متعب وابو تريكه. ادي حسام حسن بيسخن، هنشوف هيلعب مكان مين وفكر حسن شحاته ايه. هتاخد مع كالو ايه، انما مين اللي بيعملها احمد حسن. وادي تصويبه واتخبط فعلا، انما ان شاء الله يقوم سليم. تصويبه من كوفي كريستيان. حسام حسن هيعمل التغيير الاول. ميدو هيطلع وينزل حسام حسن. يبقى الوشوشه اللي عملها ميدو من شويه ما كانش بياخد تعليمات، انما بيقول له خلي بالك انا عاوز تغيير. بس يعني اللقطه اللي جابوها قبل كده وانا قلت ميدو بياخد تعليماته من حسن شحاته، انما يبدو ان هو قرب منه وقال له خلي بالك. دي الامانه بقى، يعني دي امانه لعيب. واحد تاني احنا كسبانين بقى وممكن يعني العب كده على الواقف وكلام من ده، انما شوفوا حضراتكم حسام حسن تلف له وتجيله. الراجل دهوت هو راجل، هو واخوه صراحه الناس بتحب اللعبه ومخلصه ليها، فعشان كده ربنا بيلفلفها لهم من حيث لا يدروا. حسام حسن بركات عاوز يعمل تاخد مع احمد حسن ويلعبها له حلوه يا احمد يلا يا راجل، تخبط ويمسكها جون جاكو. عد معايا حضراتكم ضربه ركنيه لكوتوفار والحضري بالبوكس. يا ولد يا حضري بالنص الملعب، وعماد متعب تعدي كوره واي حاجه تطلع كوره بره الملعب اخرى، لان مطلوب في هذه اللحظات المؤازره فعلا، المؤازره الجماهيريه. وادي على طول كريستيان اخطر واحد فيهم، والحمد لله يمسك الكوره عصام الحضري. اذا نحط في نص الملعب اهو، وتتلعب الكوره عند كالو وتخبط وتغير اتجاهها وما تطلعش لسه، يحذرها اورونا ويشوطها ايمانويل وتطلع كوره بره الملعب ضربه ركنيه. 29 تتلعب على طول وطلع حضري ورجع وتنزل لدوموري سنتر هاف، يديها الارونا اللي في كل حته، انما تصلح على طول وبره من بركات بره الملعب اهو. ارتباك
يلعبها ويطلعها على طول عصام الحضري وقبليه محمد عبد الوهاب. يعني ادي قارونا اللي يعني مكتوب لنا يعني بقوه، والضربه الركنيه الثالثه وطلع عصام الحضري ويمسك ريح عصام الحضري خط ظهره. انما ما فيش شك ان الخمس دقايق اللي فاتت نقدر نقول اللي هي 5 دقايق لكوت ديفوار. تخلص من نص الملعب بالكرات اللي زي دي، سيبها يا راجل وروح. تنزل الكوره لاحمد حسن يمشي بركات، وبركات لعبته ديت يسندها ويشيل، انما يعدي بركات يعدي بركات وتاخر بركات، انما تتخطف من بركات الكوره. وتوازننا مره ثانيه مصر في الدقيقة 35 متقدمة بهدف احرزه عماد متعب. ورونا والبطل عصام الحضري مش ثابت البطل الله يرحمه، كان لعيب قوي 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 او ايه. ترد مرة تانية وتنزل الكرة لابو تريكة، ابو تريكة لعماد متعب، عماد متعب حلو قوي لحسام، حسام يلم كرة ويبص رجله خارجي لعماد متعب ومش اوف سايد، يلم عماد وعنده مقدره انه يعدي، وفاي ماشي وراه في كل حته يجيب منها ضربه ركنيه. عبد الوهاب رجليه يلعبها على طول لبركات، وبركات هنا لازم حد واخد تعليمات يشوط، انما لعبها احمد حسن تنزل بره الملعب رمي، انما تطلع كوره بره الملعب اوت لايمانويل عند جوي، وجوي يعدي جوي وتخبط الكرة في ابراهيم سعيد ويتابعها ايمانويل، والحمد لله تعدي من كالو وتروح لمحمد بركات. طور لفاي وفاي لايمانويل، وايمانويل يلعبها اماميه على طول لكالو، ويعمل هات عاوز يعمل هات وادي المزعج وهدف، هدف في الدقيقه 42. ويعني المزعج ارونا يحط هدف في الدقيقة 42، أرونا يحط هدف في الدقيقة 42 من الشوط الأول. راس حربة تشوف اللي هتاخد هو موه وساب إبراهيم ويشوط الحتة دي، لازم أنا أضغط. أدي كالو أهو عملها وضحك علينا أهو زي ما شايفين، كله كان رايح على كالو، إنما لف الكورة وظهره لعصام الحضري، وهدف لكوت ديفوار في الدقيقة 42. وتنزل عند كوفي يلعبها، تنزل لبركات، يلا بركات هاتوا خد مع حسام، يلعبها لابو تريكة، من هنا جبت جون ويشوط على طول ابو تريكة. لما بيصحصح ابو تريكة والتعادل 1-1، وتتلعب الكرة امامية وتطلع كرة ضربة ركنية. عبد الوهاب خد مشوار و3 دقايق وقت بدل ضائع، بنلعب في الدقيقة الأولى منها، وعبد الوهاب ومشوار. هنشوف نص الملعب هيصحصح تاني ازاي، والضربة الركنية تتلعب وحلوة وضربة مرمى لكتبة. كل الكرات العالية على فكرة 9 ولا 14 احنا ما بين القائمين والعارضة، وادي بين القائمين والعارضة كان اكتر منهم حسام حسن لعبد الوهاب اللي بدأ ينشط مرة تانية اهو، وعبد الوهاب يلم كورة وعاوز معاونة ويمشي الراجل ودخل في الزحمة، مش هيديلك حاجة، اتقطعت منه، ياخدها فاي ويلمها فاي ويلعبها حسام حسن بذكاء، يروح ويلعبها لعبد الوهاب. انما معركة هنا حضراتكم هنشوف ادى انذار لاول انذار لكوت ديفوار، ودي لقطة طبعا مش عشان الانذار. تتلعب الكوره وتنزل عند سيكا، واخيرا يصفر الحكم ماليت من سيشيل بانتهاء الشوط الاول الجميل والاداء لمنتخب مصر. نتمنى باذن الله كل التوفيق لاولادنا باذن الله. كوت ديفوار هتبقى على شمالك بالزي الاخضر، وكوره طويله لأرونا على طول، السقه يحضن عليها، لاعب مزعج جدا، مزعج، يقول له يا اخي ابعد عني كفايه. حسام حسن نزل مكان ميدو، تتلعب الكوره وتروح عند كوفي. حسام كده خد له واحده كوع كده، هنشوفه مره ثانيه اهو، داخل حسام طبعا هم عارفينه، ويلعبها طويله في اتجاه عماد متعب، بيلمها عماد وبيجري له عبد الوهاب، يلعبها حلوه لاحمد حسن، واحمد حسن في وش عبد الوهاب ما ادالوش، اتزنق والاخر اداله وهو مزنوق، انما عبد الوهاب يقدر يتصرف، اديها احمد حسن مره ثانيه، هل هيشوط؟ جرب والعاليه ويطلعها على طول دوميريه عايز ملعب السقه، يلعبها مره ثانيه عاليه حسام حسن، وتقع الكوره من ايد جون جاكو، وتروح مره ثانيه لعبد الوهاب ورجليه جامده، عاوز الجول، وقع لسه على الارض،
انما تروح الكره الفاي وبدايه قويه جدا لمنتخب مصر زي البدايه بتاعت الشوط الاول، وارجو ان هي تستمر. حسام حسن وايمانويل، تروح الكره على طول لكوني كواسي واقع على الارض. اول دقيقتين كده زي ما حضرتك شفتوا نشاط ملحوظ هجومي لمنتخب مصر، وبدا نفس الامور طلع مع جون جاكو زي ما حضرتك شايفين كده، وما فيهاش حاجه خالص غير ان الراجل يعني واقع على الارض. شايف بقى القتال بتاع حسام، هو ده القتال مع الثالثه. عموما نشوف مباراتنا. قام جون جاكو وهنستأنف مع بعض برمي التماس، وادي دخول حسام حسن رعب دون محمد بركات، يلعبها قصيره لعبد الوهاب، يطلعها دفاع كوت ديفوار، تنزل عند بركات مره ثانيه، يلمها بركات لعبد الوهاب، انما تطلع كوره بره الملعب. اول تتلعب لكريستيان، واحمد حسن يغمزها لكالو، انما تشاط الكوره وضربه مرمى لمنتخب مصر. يا طور عكسيه عند وائل جمعه، ابو تريكه يلعبها تخبط في دماغ ايمانويل، ويشوف حسام حسن دخل راكب رباكهم. هنا بقى الشغل بتاع حسام حسن، وهنا الخبره من بدايه الشوط الثاني، وبركات وتزحلق كوره من وائل جمعه خلفيه، وتبقى ضربه مرمى لكوت ديفوار. او تغيير اضطراري من حسام حسن، اهو الراجل يعني لعله عسى يكون ابو بكر كده، يعني طبعا هيبقى اقل بكل الاحوال من جون جاكو. اول تغيير اضطراري هيطلع جون جاكو متأثر قوي وهو طالع، وهينزل ابو بكر باري في الدقيقة 13 من زمن الشوط الثاني. مفيش شك ان الشوط الاول كان جميل جدا، تقاسموا الفريقين، مصر لمده 25 دقيقه، وبقيه شوط نستغل هدوءهم كده، لان هم بيهدوا يهدوا يهدوا، ومره واحده يحصل نوع من الهيجان بالنسبه لهم. وادي عبد الوهاب ورجليه سليمه، اديله يا راجل ويلا، وهدف هدف 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 جميل من ابو تريكه، هدف جميل من ابو تريكه، هدف جميل جميل من ابو تريكه. شوف التسليم والتسلم، شوف الاعلام، شوف الجماهير، شوف الكره المصريه، هدف جميل قوي قوي بعد ربع ساعه، كوره جميله ملعوبه، هات وخد حلوه قوي، ياخدها على الطاير على طول النجم ابو تريكه برجله الشمال على شمال ابو بكر باري. شكرا ابو بكر. في الدقيقه 15 يتقدم المنتخب المصري بهدف لابو تريكه، جميل جدا جدا، هدف ابو تريكه في الدقيقه 15 من الشوط الثاني، هدف جميل جميل، وزي ما هو متعود كده. اهو شوف حضراتكم، يا سلام عليك يا حسام، يا سلام يا ابني يا حسام، شوف الهات وخد، شوف الدهن في العتاقي، الدهن في العتاقي يا جماعه، وحسام يصلحها لابو تريكه، وابو تريكه ما يكدبش خبر. شوف حضراتكم عبد الوهاب، وادي الخبره وادي المهاره وادي هدف جميل جدا جدا في الدقيقه 15. والاعلام المصريه اترفعت مره اخرى في استاد القاهره بغزاره شديده جدا، واعتقد ان الساده المشاهدين طلع بره ابو تريكه، خد له انذار اونطه كده من الحكم، واخد على انه كل مره في الاهداف يطلع لمستر جوزيه. طلع محمد عبد الوهاب ونزل طارق السيد، عامل ماتش كويس قوي عبد الوهاب. يبقى طارق السيد طرف شمال هجومي كويس جدا جدا. يبقى التغيير الثاني لمنتخب مصر نزول طارق السيد مكان محمد عبد الوهاب، وتترفع من ايمانويل داخل المنطقه، وعلى طول شوقي يطلعها اماميه عند عماد، وعماد يغمزها حلوه قوي لابو تريكه، وثلاث اربعه احمر، وتروح الكره ناحيه بركات، يسيبها لاحمد حسن، احمد حسن ويلعبها على طول لبركات، يلمها بركات ويديها لاحمد حسن، واحمد حسن يلعبها عكسيه وحلوه على صدره، انما يخش كوفي كواسي لما يشوطها عماد متعب، وتنزل مره ثانيه لاحمد حسن، يلعبها لحسام ومش اوفسايد. حسام حسن
حسام حسن يلمها حسام، وجنبه طارق يلعبها لطارق السيد اللي اسمه كان عبد الوهاب. طارق السيد عاوز يعدي وهو زي الفراشه كده، انما ايمانويل وياخدها طارق مره ثانيه ويعدي. بص بقى وجامده وحلوه، انما تعدي من بركات، واحمد حسن بره فوق، وضربه مرمى لمنتخب مصر. هارون اهو اتعالج. وايه حكايه الشورتات اللي يعني وائل جمعه بيغير الشورت في الملعب قبل الماتش اللي فات كان واحد كوت ديفوار، وحسام حسن بدأ يشغل المنتخب وعمل هات وخد جميله، ادى لابو تريكه التمريره اللي ما كدبهاش ابو تريكه. في اللحظه دي ممكن منتخب مصر يعمل حاجه، وتصويبه من شوقي وضربه مرمى لكوت ديفوار. اللي هو ايه، وشوقي شوط التسليم في نص الملعب حلو ازاي، واحمد حسن يلعبها لوائل، ووائل يلعبها لطارق السيد. طارق السيد على طول لابو تريكه، يا سلام ابو تريكه يلعبها لعماد متعب، وعماد متعب يريحها للفراشه، وضربه مرمى لكوت ديفوار. الكره على الارض، وبدا طارق السيد يزاول مهامه الهجوميه المتميز بيها، وضربه مرمى عماد متعب في الدقيقه 8 من الشوط الاول، وابو تريكه في الدقيقه 15 من الشوط الثاني، وارونه في الدقيقه 42 من الشوط الاول. هاتوا خد، وحسام يقدر، يلا يا ولد، وهدف 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 عماد متعب، وهدف تبقى مقسومه لك وتروح لغيرك. الكوره كانت لحسام حسن، ولكن عماد متعب يحط دماغه او يحط رجله في توقيت، لقطه جميله قوي لدروجبا. 3 مصر كلهم بيجروا على حسام، ويعني ايه بيطيبوا خاطره. انما عماد متعب هل يكون النهارده هاتريك ولا ايه؟ عماد متعب في الدقيقه 24 من الشوط الثاني، بصوا حضراتكم جميله، انما حسام بيركنها. شوف الولد عماد متعب انفرجت يا عماد، انفرجت بالنسبه لك يا ابني، وبقى دي تاني مره في مزاوله التهديف. وحسام حسن يعني هي كده يا حسام، كانت مقسومه لك وراحت لغيرك، وتنزل عند بكاري اللي لسه نازل، بكاري وعرضيه وتعدي، والحمد لله الراجل كريستيان ده الهدف اللي تبعه عماد متعب راح كتير الناس، لان الكوره كانت معديه وكانت طالعه بره. تتلعب الكوره وفاي لازم نركز يا جماعه، لازم حسن شحاته ينادي عليهم ويركزوا في نص الملعب شويه، ما نتهورش في الناحيه الهجوميه وما نتهورش وراهم في الناحيه الهجوميه. ادي عماد متعب، تنزل الكوره ل ابو تريكه وضربه مرمى لكره سريعه، وهم متهورين هجوميا. نقدر نخلص كمان ونستريح خالص، ان هم طبعا مش هيهمدوا الا مع صفاره الحكم. تتلعب الكوره، بركات يسيبها لاحمد حسن اهو، شوف حضراتكم، وادي بكاري ويشوط على طول. مطلوب التدخل من حسن شحاته، يبقى هاتريك مع صمويل ومع دي سانتوس، وتبقى حاجه جميله لانه موهبه كويسه، ويعود مره اخرى لنفسه ان شاء الله في حياته اليوميه. بتلعب على طول اماميه، وحسام حسن اللي عامل ازعاج فعلا. واحد محمد حسن لطارق السيد وبيجري ياخد مكانه، اتسرع طارق السيد، اتخطفت الكوره وتروح على طول للنجم وائل جمعه. تتلعب على طول في المساحه الفاضيه من ورا بركات لارونه السريع، ومعاه ابراهيم، برافو ابراهيم، وطلع الكوره ضربه ركنيه وتروح على طول تعدي. يلا طارق يلعبها طارق السيد، وانما يخطفها بكاري توني، وبكاري لايمانويل، وعرضيه. يا سلام يا براسكوس، يا سلام نقول مين، يا سلام. انا لو سمسار جاكو حارس المرمى الاساسي وطلع، واهدونا حارس المرمى الثاني وبكري اللي اول ما نزل اتلطش جون، وان شاء الله يتلطش الجون ثاني. انما على دي زقه دي خالص، انما على طول ارونا برافو يا ولد، يا سلام يا شوقي انقذ هدف اكيد. اكالي كان اكالي بيلعب في نادي روتسين في فرنسا، والضربه الركنيه وحسام الحضري
ويخش كالو ويطلع كرة بره ضربة مرمى. يا سلام يا عصام حضري، النهارده نجم النجوم وقوي، واحنا بنقابله بكل اسلحتنا. شوف حضراتكم بمنتهى الجمال من عصام الحضري. كوت ديفوار بتستعد بكانجا اكالي، برافو. اول كرة الاكالي اهو، اول كرة الاكالي يلعبها على طول لكالو، يخش وائل جمعة ويقطع وتروح لبكاري. كل الاسلحه بتاعت هنا ريشيل وكريستيان، وشكرا شكرا كريستيان. 39 دقيقه على طول للسقه ويلمها بعقل كده وتنزل الكرة تتقطع لكالو، انما عصام الحضري رغم انها خبطت غير اتجاهها يمسكها على طول عصام الحضري. الضربه الحره غير مباشره، والحكم الرابع الكاميروني ديفيني بيستعد عشان يعلن عن الوقت البدني الضائع، وتتلعب الكرة لكالو وعلى طول ضربة ركنية بيخلونا يعني 10. وتتلعب الكرة يا ولد يا ولد يا حضري بالبوكس، تمشي عند أرونا يقلبها مرة تانية. اطلع يا حسام يا حسن، طلع حسام واتنطفت المنطقة. ماشي يا سلام، مش اوفسايد، دي لعبتك دي لعبتك، ومش نقول لا، مش ممكن يا جماعة، مش ممكن. لازم لو في راية وصفارة لازم نلعب لعب تعاوني يا عماد. كان 3 على 1 بيحطها، وربنا مساعدك يا ابني لانك انت تستاهل كل خير. وتتلعب الكورة وادي حسام على طول بيسلكها ومش اوفسايد، وشوف كان ممكن هدف رابع، انما تتلعب الكورة ويصفر الحكم